بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل اجزاء الجسم بس الخاصه بالحيوانات والطيور. تمام كده، وهنعمل ان شاء الله عليهم جمل باستخدام افعال جديده، وهناخد قاعده جديده. تمام، يلا بينا. انا عندي البادي بارتس الخاصه بالحيوانات. الحيوان ممكن اللي هي مثلا الطيور ممكن يكون عندهم ايه؟ مش اجنحه يا ولاد؟ وينجز 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 يعني اجنحه. طيب وايه كمان عنده؟ بيك 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 يعني منقار. وعنده مخالب، المخلب اهو. المخالب، الحيوان عنده مخالب يا ولاد. امال الطيور عندها حاجه مخالب بالمنظر ده. يبقى الحيوان المخالب بتاعته دي، ودي مخالب الطير. فخلي بالك، لو هنتكلم عن الطير يبقى تقول لي المخالب بتاعته دي، لو هنتكلم على الحيوان يبقى تقول لي المخالب بتاعته دي. تمام كده. كلوز هي مخالب الحيوان يا ولاد. كلوز 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 مخالب الحيوان. كلوز مخالب الحيوان. طب مخالب الطير بقى، مخالب الطير talons 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 المخلب بتاع الطير. talons المخلب بتاع الطير. طب والطير عنده ايه؟ عنده ريش. feathers 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 هي نطقها قريب من كلمة feather، لكن دي فيها الاي مع الاي. feathers feathers يعني ريش. feathers يعني ريش. يبقى نعرف هنا يا ولاد ان انا عندي feathers يعني ريش. feathers ودي تي اتش هنا تتنطق ز، وقلت لك ده مقطع مهم. تي اتش اي ار قلتها لك قبل كده، فاخدينها في الدرس الاول. احفظها عشان خاطر ايه؟ ان انت هتستخدمها كتير. تمام كده. طيب نقولهم تاني. wings اجنحه، beak يعني منقار، claws يعني مخالب، talons 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 مخالب الطير. تمام. لكن كلوز مخالب الحيوان، زي مثلا زي التمساح هيبقى عنده دي، لكن الصقر والنسر هيبقوا عندهم دول. تمام كده. طيب feathers يعني الريش. feathers يعني الريش. انا قلت هنا يا ولاد مثلا هناخد قاعده. احنا اخدين طبعا اجزاء الجسم بتاعه الانسان، والنهارده كملت عليهم بتاعه الحيوان، عشان لما اجي اعمل جمل يبقى انا عندي كميه الكلمات لازم اكون عارفه ايه احفظها. طيب انا عايزه اكتب كلمه وينجز و اي ان جي واحط اس. خلاص، يبقى دي معناها اجنحه، واحط دي اس الجمع لان هو جناحين اتنين، فهنا في اس الجمع. تمام كده. طيب ايه كمان؟ كلمه بيك اللي هو منقار، دي اجنحه. بيك بي، الاي مع الاي يتنطقوا اي، زي ما هنا نحط تحتها كسرتين. اي بيك يعني منقار. طيب كلمه مخالب بتاعه الحيوان، المخالب دي بتاعه الحيوان. كله كله، او انطقهم على بعض كل كلو اوز كلوز كلوز كلوز. الاي والدبليو اخدينهم قبل كده صوت كلوز كلوز، زي يا بطني، يا ايدي. تمام. كمان مره. كله اوز كلوز كلوز. تمام. طيب ايه كمان يا ولاد؟ كلمه المخالب بتاعت اللي هي اللي هو بتاعت الطيور. تا talons 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 talons. كمان مرة. talons talons مخالب اللي هو الطيور، مخالب الطيور. اما claws مخالب اللي مثلا الحيوانات. تمام كده يا ولاد. طيب في feathers feathers لو بتعرف تكتب دي معناها ريش. لو بتعرف تكتب feather، لو بتعرف تكتب فذر، كل الحكايه تحط هنا اي وحط هنا اس. خلاص، يبقى انت عرفت دلوقتي تكتب فاذرز اللي هي الايه؟ الريش. يبقى هي عباره عن فاذر اللي هو الاب، بس كل الحكايه تحط هنا اي وتحط هنا اس. يبقى هنا ما عندك كلمه جديده حفظتها من كلمه عندك. فاذرز اللي هي الايه؟ الريش. فاذرز اللي هي الريش. ماشي. واحنا اخدنا قبل كده اللي هو اجزاء الجسم بتاعتنا، واخدنا قاعده هاف وهاز. طيب انا عايزه اقول يا ولاد، مثلا هنراجع دلوقتي على اسماء الاجزاء بتاعه الجسم اللي اخدناها قبل كده. ليج وارم وهيد وفيس وفوت اللي جمعها فيت، وتوث اللي جمعها تيث، واخدينها قبل كده في الدرس اللي فات. مش هتكلم فيها كتير كقراءه، لكن انا هبدا اشتغل جمل. عايزه اقول يا ولاد كده ايه؟ عايزه اقول دي بتكون انفي. مش احنا بنقول كده بالعربي؟ دي بتكون انفي. اكتبها ازاي؟ اكتب دي بتكون انفي، اكتبها ازاي؟ دي يعني ايه باللغه العربيه؟ هذا او هذه.
يبقى دي يا ولاد معناها هذا او هذه. دي هذا انا بشاور على ايه؟ مراخيني كده، حاطه ايدي على مراخيني. دي بتكون انفي، اللي دي بتكون مراخيني، انا بقول كده، فانا مش حاطه ايدي عليها. يبقى هذه تكون انفي. طيب هذه اللي هي ايه يا ولاد؟ هذه اللي هي ايه؟ احنا اخدنا هذه اللي هي this والتي كابيتال عشان في اول الكلام. هذه اللي هي this، دي اللي هي this. اما تشاور على حاجه قريبه منك وتقولي دي او ده، وقريب منك تقولي this على طول. تكون this تحب الفعل ايه؟ is. انا قلت انف ولا قلت انفي؟ بص معايا كده، انف يعني نوز. تمام كده يا ولاد؟ خلاص. طب انا بقول انف ولا بقول انفي؟ زودت لها الياء الملكيه، زودت لها ياء الملكيه. ياء الملكيه دي معناها ماي نوز. حلو كده يا ولاد؟ طيب عايزه اقول ايه؟ بس انا مكبرها لكم شويه. دي تكون انفك. انا دلوقتي ايدي بحطها على مراخينك وبقول لك دي بتكون انفك. احنا اتفقنا دي اللي هي هذه، اللي هي ايه؟ على طول عرفناها this. بتكون is الفعل رقم 2 في الجمله. رقم 2 انا بقول انف ولا بقول انفك؟ لا انا بقول انفك. يبقى الكاف ده ها ليها كلمه. الكاف دي يا ولاد اللي هي يور، واكتب كلمه انف نوز واحطه في الستوب. يبقى يا ولاد الكلمه اصلها انف. الكلمه اصلها ايه؟ انف. هضيف هنا اهو ضمير، الضمير له كلمته، فبكتب الضمير اللي هنا اهو الاول وبعدين اكتب الكلمه الايه؟ الاسم اللي عندي. اما قلت كلمه انفي اهو كتبت الضمير اللي هو ماي وحطيت كلمه انف بعدها نوز. اما اقول كلمه انفك كتبت الضمير اللي هو يور وبعدين حطيت كلمه نوز. تمام كده يا ولاد؟ طيب اخدت دلوقتي 2 من حاجه اسمها يا ولاد صفات الملكيه، possessive adjective. تمام كده؟ اللي هي ايه؟ ماي وهنا اسم، ويور وهنا برضو اسم. ماي وجنبها اسم، يعني الحاجه دي خاصه بيا انا. الانف دي لازم جنبها يبقى اسم يا ولاد. يبقى الاول الضمير، مش هو الضمير هنا في الاخر، اكتبه الاول وبعدين الاسم. الكاف دي في الاخر انفك، اكتبها الاول اللي هي يور وبعدين الاسم. تمام كده؟ طيب عايزه اقول ايه؟ هذه تكون انفه. الكلمه اصلا هي ايه؟ انف وبعدين زودت لها اهو. تمام؟ احنا بنفكها عشان نكتب الجمله صح. هذه اللي هي ايه يا ولاد؟ this. تكون اللي هي ايه؟ is. انا بقول انف ولا بقول انفه؟ هو اله ده هي يا ولاد اللي عايده على الولد. انا بتكلم دلوقتي على الولد، بقول دي انفه. اله ده هي يا ولاد his. اله ده هي يا ولاد اللي عايده على الولد his وبعدين اكتب انف. يبقى بكتب دي الاول وبعدين اكتب انف 2، يبقى his nose واحط في الستوب. خدت هنا ماي الحاجه اللي خاصه بيا وهنا اسم جنبها، دي حاجه تبعي انا، حاجه ملكيتي. واخدت هنا يور وهنا اسم جنبها، حاجه خاصه بيك انت اللي قاعد قدامي. واخدت هز حاجه خاصه بيه هو، يبقى هز انفه، ملابسه، راسه. يبقى انا اخدت كلمه راس وهو دي اللي هي هز يا ولاد. فانا بقسم الكلمه مرتين، اكتب الهه الاول اللي هي هز واشوف الاسم اللي عندي ايه؟ انف اللي هي نوز. تمام؟ هناخد جمل كتير ما تقلقوش. طيب انا بقى لو بتكلم وبقول هذه تكون انفها للبنت بقى. تمام؟ للبنت واحده معديه وايه؟ بقول هذه تكون انفها. هذه ثانيه واحده، او هي مثلا هي تمتلك انف. هي اللي هي شي تمتلك. انا عندي حاجتين تمتلك، عندي هاف وعندي هاز. احنا اتفقنا شي عددها 1 وايه؟ ومش موجوده، غائب. يبقى هتاخد هاف ولا هتاخد هاز؟ لا هتاخد هاز. انف انا بقول انف ولا انفك ولا كاتبه الانف زي ما انا حافظاها؟ انف. يبقى كلمه نوز. هي تمتلك انف، يبقى هي عندها انف. خلي بالك، شوف هنا انوز انف واحده بس، انوز. تمام؟ طيب يبقى هنا شي هذا نوز عشان الجمله بتاعتك تبقى صح. انوز الحاجه الواحده بحط قبلها
ليه كتبتها انوز ما كتبتش مثلا يور او هز او اي ضمير خاص بالبنت؟ انا قلت هنا ايه في الجمله يا ولاد؟ انف، زودت عليها كلمه ضمير من هنا، زودت لها كاف، زودت لها ه، زودت حاجه هنا ولا قلت انف؟ طالما انف واحده بس يبقى انوز، والاي دي قبليها عشان تقول لك اللي جاي بعديها حاجه واحده بس واول مره اتكلم عليها. تمام. طيب انا عايزه اقول مثلا عشان نجيب الضمير بتاعها نقول ايه؟ هذه تكون وجهها، وجهها، يعني ده وشها هي، يعني انا ماسكه صوره وبقول دي وشها، هذه تكون وجهها. طيب نمشي واحده واحده. انا اقول دي كلمه ايه؟ هذه اللي هي ايه؟ this. تكون اللي هي ايه؟ is. الفعل يكون is، الفعل يكون is. امال الفعل يمتلك اللي هو have او has. عرفنا المره اللي فاتت امتى ناخد have وعرفنا امتى ناخد has. this is. هذه تكون وجه ولا وجهها؟ انا قلت الكلمه وجه ولا وجهها؟ زودت لها ها، زودت لها ها، يبقى الها ده ها عايده على مين؟ على بنت مش موجوده، انا بشوف صورتها وقلت دي وجهها. تمام. الها ده هي يا ولاد عايده على بنت عددها واحد. هاديا اقول عليها ايه؟ here. ووجه يعني ايه؟ face. واحط فول ستوب. يبقى شفتوا انا اللي فوق عشان ما ضفتش اي اضافه نزلت نوز بس قبلها انوز، لكن هنا ضفت الوجه ها، ضفت للكلمه اللي انا حافظاها اسمه وجه، اسمه وجه بتاع كل الناس، بس الوجه بتاع مين؟ بتاعها هي ها، يبقى اقول here face. تمام. يبقى انا اخدت دلوقتي here عايده على البنت اللي هي. طيب يبقى انا اخدت ماي عايده عليا انا، يور عايده عليك انت، هيز عايده عليه هو، here. يبقى ماي حاجه اخرها مي خاصه بيا، يا الملكيه. يور كاف اي كلمه، قلمك، كراستك. تمام. راسك، يبقى الكاف ده اهي اكتبها يور. طيب راسه هو اللي هو دي اللي لازقه في الاسم اكتبها هز. راس ها اكتبها هير. تمام. تعال ناخد دول ونثبت عليهم. يلا بينا. تعال نراجع الحاجات اللي اخدناها. يبقى ما اتكلم عن نفسي اللي هي اي اللي هي انا، اتكلم عن نفسي يبقى انا اقول قلمي، مش عارفه ايه، يعني اي حاجه خاصه بيا انا، ملكيتي، يبقى هاخد لي ماي جنبها الاسم اللي انا بحكي عنه. تمام. طيب لو قلت يو انت هقول يور، دي الكاف. لو قلت هي هقول هز، دي الملكيه بتاعت هي، دي الملكيه بتاعت يو، دي الملكيه بتاعت اي. لو قلت شي الملكيه بتاعتها، صفات الملكيه بتاعتها هير. وهنا اسم يا ولاد وهنا اسم. تمام كده. طيب تعال نشوف كده، انا حطيتهم لك قدامك، لو حابب تكتبهم اكتبهم عشان تعرف تكون عليهم جمل. عايزه اقول مثلا يا ولاد، عايزه اقول هذه تكون رأسها، هذه اللي هي this، تكون اللي هي is. انا قلت رأس ولا رأسها؟ فين الها؟ الها اهي، ودي هو، ودي الكاف، ودي البطه اللي هي الملكيه. انهي بقى؟ رأسها ها، فين الها؟ اكتب الاول الها، اكتب الاول الجزء ده اهو، الها اكتبه اللي هو here، واكتب الرأس. يبقى انا الكلمه بجزئها اتنين، رأس وها. اكتب الجزء ده بتاع الضمير واكتب كلمه رأس. here ايه؟ رأس يعني ايه؟ رأس يعني head. هذه تكون رأسها. طيب يبقى انا خلصت ايه؟ جمله عندي. عايزه اقول ايه؟ هذا يكون ذراعه، بشاور على هذا يكون ذراعه. هذا اللي هي ايه؟ this. يكون الفعل رقم 2 اللي هو ايه؟ is. انا قلت ذراع ولا قلت ذراعه؟ انا قلت ذراعه. فين الضمير بتاعه؟ اهي his. وذراع ما انا كان اكتب ده الاول، القطعه دي الاول وبعدين اكتب دي الثاني. يبقى انا خلصت الضمير his اهي، واكتب ذراع اللي هو ايه؟ arm، واحطه في الاسطوانه. طيب عايزه اقول ايه؟ هذه تكون يدي. هذه اللي هي ايه يا ولاد؟ this. حفظنا بقى، انا بشاور اهو. تكون اللي هو ايه؟ is. يدي، انا قلت يد ولا قلت يدي؟ يدي. فين الي؟ اهي، اهي.
يبقى اكتب الاول الياء ده الملكيه الاول، صفات الملكيه اللي هي ايه؟ ماي. خلاص كتبت الياء، اكتب يد بقى. يد يعني ايه؟ هاند. هذه تكون ايه؟ يدي. طيب عايزه اقول مثلا ايه؟ هذه تكون قدمك. هذه اللي هي ايه؟ this. تكون اللي هي ايه؟ is. قدم ولا قدمك؟ قدمك. الكاف فين يا ولاد؟ اهي الكاف اللي هي ايه؟ الكاف اكتبها الاول، اكتب دي الاول. قدم اسم ولازق فيها ضمير وماسك فيها ضمير، اكتب الضمير الاول اللي هي الكاف اللي هي يور. خلاص كتبته الاول، وبعدين اكتب قدم. قدم اللي هي ايه؟ فوت. قدم واحده، لان this is عايزه بعديها حاجه مفرد. كل ده لازم حاجه واحده بس. بعد this is عايزه بعديها حاجه واحده بس. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عرفت الحيوان بقى يا ولاد ملوش ضمير. عايزه اقول له القطه عندها ديل، او هذه يكون ديلها. ديلها للقطه، واحنا عندنا ديل؟ احنا عندنا ديل؟ لا، الديل خاص بمين؟ بالحيوان. طب عايزه انسب الشيء ده او المخالب او المنقار اللي هو بيك، يعني منقار. تعال نكتب عليه حاجه. تمام؟ عايزه اقول الطائر عنده، يعني يمتلك منقار. حلو كده. تعالى واحده واحده امشي معايا. الطائر اللي هو ايه؟ او طائر، بلاش الطائر، طائر لسه بتكلم عنه دلوقتي. طائر، اي طائر، العصفور، الحمامه، ما كل دي طيور. اي طائر عنده الفرخه، ما هي طائر. اي طائر. طائر يعني ايه؟ طائر يعني بيرد. لو كتبتها كده غلط. انا لسه بقول لك طائر عدده كام؟ عدده واحد. طالما اسم وعدده واحد احط قبله a bird. a bird طائر عشان جملتها تبقى صح. a bird طائر، لسه اول مره نتكلم عنه. طائر، اي طائر. يعني انا ما حددتش، قلت لك عصفور مثلا، قلت لك هدهد، ما الهدهد طائر. قلت لك حمامه، طائر وخلاص. يبقى اقول a bird. a bird عنده يعني يمتلك. انا عارفه يمتلك فعل اتنين، ايه هو؟ have الاصلي وهاز. طيب هاخد have ولا هاز؟ الحيوان اللي عندي ده عدده ايه؟ عدده واحد. عنده عقل ولا غير عنده عقل؟ ما عندوش عقل، يبقى عدده واحد وما عندوش عقل، يبقى هاخد هاز. اخدناها وشرحناها كتير في الحصه اللي فاتت. يبقى بيرد هاز عنده، يمتلك منقار. منقار، انا قلت منقاره، انا قلت منقارها، انا قلت حاجه ولا قلت منقار؟ اسم مفرد، قلت منقار. بيك يعني منقار، بس ناقص لك هنا ابيك عشان اسم واحد بس. اسم واحد بس احط قبله واول مره اتكلم عنه، يبقى عشان اخلي بالي بس من التفاصيل دي يا ولاد. تمام؟ الطائر يمتلك منقار. طيب عايزه اقول، شوف الفعل اهو هاز، انا استخدمت هاز. عايزه اقول، شوفي عشان قلت يمتلك، فعل رقم 2 بيتغير معايا على حسب الجمله. هذا يكون منقاره. هذا اللي هي this، يكون اللي هي is. منقار ولا منقاره؟ منقاره. ثانيه واحده، ما انت قلت هو اهي، هاخد هز عشان هو. اقول لك ثانيه واحده يا حبيبي، انا بتكلم على انسان ولا حيوان؟ انا دلوقتي بتكلم عن منقار. الانسان عنده منقار يا ولاد؟ في انسان عنده منقار؟ لا، مفيش انسان عنده منقار. فقال لك الحيوان لما اجي احط له الصفه الضمير بتاعه، يعني دي خاصه بمين؟ بانسان المنقار ولا حيوان؟ لا، خاصه بالحيوان. فالضمير بتاع الحيوان اتس. الضمير بتاع الحيوان اتس، واحط هنا جنبه اسم. تعالى شوفها كده، بص معايا بس وما تلخبطش. عايزه اقول ايه؟ this is هذا يكون منقاره. انا هنا بتكلم عن انسان ولا بتكلم عن حيوان؟ عشان هتفرق. لو بتكلم عن انسان اقول his، لكن انا بتكلم عن حيوان. طب الحيوان الضمير بتاعه ايه؟ الهه بتاعه الضمير الحيوان اتس، واكتب الهه ده بتاعه الحيوان اتس، هه الحيوان، واكتب كلمه منقار بيك. اكتب ابيك يا مس؟ لا. ليه؟ لان لازقه ضمير. الضمير اتس موجود، او اي ضمير يجي يا اولاد يشيل الايه اللي قبل الايه، قبل اي كلمه، وهنشوف دلوقتي. بس ركز معايا هنا. يبقى هنا بقول ايه؟ هذا يكون منقاره. المنقار عايد على انسان ولا على حيوان؟ لا، عايد على الحيوان. ضمير الحيوان ايه يا اولاد؟ صفته الملكيه، عشان الحاجه دي خاصه به هو
اقول عليها اتس واحط الاسم اللي انا بتكلم عليه. اتس واحط الاسم اللي انا بتكلم، الاسم اللي هو ايه؟ منقار. تمام كده. طيب عايزه اقول مثلا هذه تكون ذيلها، ديلها تيل اللي هو الديل. حلو كده. طيب هذه اللي هي this، تكون اللي هي is. انا بقول ديل ولا بقول ديلها؟ بقول ديلها. اجري على طول احط هير؟ لا غلط. هو الانسان بنوته عندها ديل؟ لا. امال الديل خاص بمين؟ الها دي خاصه بانسان ولا بحيوان؟ لا خاصه بحيوان. طالما خاصه بحيوان فين الضمير بتاع الحيوان؟ اتس. واكتب كلمه ديل، اكتب كلمه ديل، ما خلاص انا كتبت دي الهدا اهي اللي هي اتس، واكتب كلمه اللي ناقصاني ديل تيل واحطه في الاسطوب. تمام. يبقى هنا يا ولاد انا اخدت معلومه حلوه قوي، هجزئها على 2 عشان ما تكترش عليك. تمام. عندي الضمير بتيجي في اول الكلام، ودي ضمير اللي هي صفات اللي هي subject pronouns اللي هي الاي. لو بتكلم عن نفسي هاخد الضمير ماي، ولو بتكلم عليك انت هاخد الضمير يور، وهنا اسم يا ولاد، هنا اسم جنبه. وبتكلم عليه هو هي، بقول وشه، مراخينه، ايديه، دراعه كده، يعني عايد عليه هو، هقول هز والشيء اللي بتكلم عنه. ولو بتكلم عليها هي شي هتاخد هير والاسم اللي بتكلم عنه. ولو بتكلم عن حيوان ات هتبقى ايه؟ عايزه اقول منقاره، يبقى اتس، وهنا كلمه منقار اللي هو الاسم اللي انا بحكي عنه اتس. تمام كده يا ولاد. يبقى اي ماي، يو يور، هي هيز، شي هير، وات اتس. تمام. دي الياء البطه اللي بتاعت الملكيه، الكاف اللي بتبقى الاسم وماسك فيها كاف، هنا الاسم وها وها. واتس دي بقى لازم اشوف الاسم ده، الاسم اللي عندي زي بيك المنقار بتاع انسان ولا بتاع حيوان؟ بتاع حيوان، يبقى اخد اتس. تمام. طيب مثلا مثلا قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحيوان مثلا عنده ايه؟ عنده عينين زينا، عنده راس برضو. لو قلت مثلا ات انه، يبقى دي عايده على غير عاقل. اس يكون، عايزه اقول راسه، راسه دي الراس للانسان وللحيوان. صح كده يا اولاد؟ الراس دي تمشي للانسان وللحيوان. طب يا ترى هقول راسه دي عايده على مين؟ انا قلت هنا في الضمير ايه اللي في الاول؟ قلت الضمير هنا ايه في الاول؟ ات. صح كده؟ ات دي عايده على ايه؟ حاجه غير عاقل، يبقى للحيوان مثلا. صح، الحيوان، لان عمري ما هكلم انسان اقول له ات، يعني احط ضمير للانسان ات، لا اما اقول اي او يو او هي او شي. تمام. لكن ات دي بتاعت الحيوان، طالما قلت ات يبقى راسه ده اهي راس الحيوان، يبقى انا بتكلم على الحيوان، يبقى الها ده اهي بتاعت الحيوان اللي هي ايه؟ اتس. وكلمه راس خلاص انا حطيت الهي ده يا ولاد اهي اتس اهي، وكلمه راس اللي هي ايه؟ هيد. يبقى انا عرفت هنا ان بتكلم عن حيوان، وايه اللي عرفني اللي هي ات في الاول دي انه تكون راسه. تمام. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول انها تكون رجله، وعايزه اقول هو عنده رجل اللي هي الساق. وعايزه اقول كل الحاجات دي عايزه اترجمها. هي عندها، يمتلك، عنده يعني يمتلك، هي تمتلك، تمتلك مثلا اقدام. تمام. الحيوان مثلا اللي هي الطير، طائر يمتلك ريش. دي جمل انا ممكن اقولها، صح كده؟ طيب بص اهي، انها، انا بقول هو لا، انا بقول هي لا، يبقى انها دي انه او انها عايده على غير عاقل. عايده على ايه؟ غير عاقل. انه او انها عايده على غير عاقل. ايه الضمير اللي بيبقى في الاول؟ subject pronouns للغير العاقل، اللي بيخاطب الايه؟ الغير العاقل اللي هو ات. ات يا اولاد معناها انه او انها الغير العاقل. ات انها او انها الغير العاقل. يكون، تكون، فعل يكون از. انا بقول رجل، رجل القدم اللي هو اللج، وانا بقول رجل مش قدم، رجل اللي هي اللي هو دي يا اولاد. انا بقول لج رجل ولا رجله؟ هو عايده عليه هو. ها هو بتاعه الحيوان ات ايه؟ هو بتاعه الحيوان ايه؟
اتس الهو ده هي هكتبها الاول اللي هي اتس، وبعدين اكتب رجل لج واحطه في الستوب. خلاص كونت جمله. اللي بعده هو اللي هو هي، عنده يعني يمتلك. يمتلك حاجتين اتنين، يمتلك حاجتين اتنين، لا اما هاف لا اما هاز. هو يحب هاز ام اس، هو يحب هاز يبقى هي هاز. تمام. رجل اللي هي ساق. الرجل يعني ايه؟ ضفت لها اضافه هنا؟ لا ما ضفتش، يبقى رجل يعني ايه؟ لج. بس جملتك كده ناقصه، امال اعمل ايه؟ عشان دي عددها واحد، رجل واحده، احط الج واحطه في الستوب. يبقى هي هذا لج، هو عنده رجل. تمام. طيب عايزه اقول هي اللي هي شي، تمتلك. تمتلك عن الفعل يمتلك وحاجتين اتنين، لا هاز لا هاز. شي بقى هتحب ايه؟ هتحب هاز. شي هاز قدم ولا اقدام؟ اقدام. قدم يعني فوت، قدم يعني فوت. جمع فوت قدم دي واحده، جمع قدم. خلي بالك وانت بتترجم ركز، انت بتقول قدم ولا اقدام؟ لا انا بقول اقدام، يعني جمع، جمع فوت فيت. يبقى هي تمتلك قدم ولا اقدام؟ لا اقدام. فيت، في لازقه هنا جنبيها اي ضمير؟ لا انا بقول اقدام، الكلمه اللي انا حافظاها فيت. احط بقى هنا ايه يا مس؟ اقول لك غلط. الايه دي يا اولاد اللي بحطها اللي هيجي بعديها حاجه واحده بس. انا بقول لك رجل، لكن انا بقول لك قدم ولا اقول لك اقدام؟ انا بقول لك اقدام. دي ما بتحبش تيجي الا مع الجمع، بتحب تيجي مع المفرد، مع حاجه واحده بس. دي اقدام. احط هنا ايه؟ غلط، لان دي اقدام جمع. الاي بتيجي مع حاجه واحده بس، اللي جاي بعديها حاجه واحده بس. عايزه اقول طائر، a bird. خلاص عرفت دي ليه؟ عشان ده طائر حاجه واحده بس بيجي قبلها يمتلك يعني عنده. عندي يمتلك هاف ولا هاز؟ الطائر اللي عدده واحد هاخد ايه؟ هياخد هاز، هياخد هاز، واخدينها المره اللي فاتت بالقاعده بتاعتها بالتفصيل. يبقى طائر يمتلك. ريش، انا قلت ريشه ولا قلت ريش واسكت؟ قلت ريش. ريش اللي هو ايه؟ feathers. وحطيت اس الجنب. احط هنا ايه يا مس؟ زي ما انت عودتينا. غلط. ليه؟ خلاص اس الجمع جت تلغي على طول دي، اس الجمع جت تلغي على طول دي. تمام. دي شويه امثله وده شويه صفات ملكيه اللي انا قلت لكم عليها يا ولاد. لسه الباقي عايزاكم تحفظوها كويس، عايزاكم تحفظوها وتعرفوا امتى تستخدموها. لما اضيف للاسم ضمير، لما اضيف للاسم ضمير، الاسم اسمه منقار. انا قلت ضفت له هنا ضمير، قلت منقاره. الاسم عندي راس، رحت ضفت له ضمير، قلت راسي، ولا قلت راسك، ولا قلت راسه للانسان، او قلت راسها للبنوته، ولا قلت راسه للحيوان. فالاسم اهو راس، حطيت جنبه ضمير. الضمير ده يا ولاد اهو. اعرف بس واختار، انت بتتكلم عن نفسك ولا عن قدام حد قدامك، ولا عن انسان ولد، ولا عن بنت، ولا عن حيوان. كل ده مفرد، كل ده مفرد يا ولاد. هز وهير واتس. تمام. خلي بالكم، الهي بتاخد هز، والشي بتاخد هير، والات بتاخد اتس. اوعى تقول لي، خلي بالك بقى في غلطه هنا انا ممكن اغلط. اوعى تقول لي الات دي اللي هي ات از اللي هي اتس. تاني بنضافه اهي، مكان حلو نضيف. انا قلت لك ات از انه يكون. طيب دي ات دي لوحدها، از دي انه يكون. اما اجي اختصرها يا ولاد اقول اتس. شايف الابوستروفي؟ يعني شلت الاي وعوضت مكانها ابوستروفي هنا وحطيت اتس. اتس ده هي ام ابوستروفي، معناها ايه؟ انه يكون. ضمير وفعل. امال اتس دي يا مس اللي هي السمول، شوف دي اي كابيتال، في ابوستروفي؟ لا. في ابوستروفي؟ لا. ضمير بحطه جنب الاسم. عايزه اقول منقاره، يبقى الهو ده اهي اتس، واقول منقار بيك. يبقى خلي بالك وما تتلخبطش ما بين اتس ام ابوستروفي معناها انه يكون، واتس من غير ابوستروفي والاي عنده سمول. يبقى ده ضمير بحطه قبل الاسم عشان اقول لك اللي جاي بعدي حاجه خاصه بالحيوان، حاجه خاصه بالجماد. يبقى اتس هنا اللي بعديها من غير ابوستروفي، يبقى اللي جاي بعديها حاجه خاصه بالحيوان او حاجه خاصه بالجماد. اخدنا شويه حاجات صفات الملكيه قصدي لسه هنكملهم، بس عايزاكم تحفظوا لي دول يا اولاد كويس قوي، لان دول هيخلوا ترجمتكم كويسه. تمام. ان شاء الله هنكملهم، وهنكمل برضو هنمسك مع بعض هؤلاء المره الجايه ان شاء الله مع جمل جديده، ونتعود نكتب ونشوف الفعل اللي اخدناه. اخدنا النهارده الفعل از اللي هو يكون،
واخدنا الهاف والهاز، الهاف والهاز اللي هو ايه؟ يمتلك. تمام، اللي هو عندي يعني. فخلي بالك، شوف الجمله محتاجه انهي فعل، وفي افعال تانية كتير بس بنركز على الحاجات اللي خاصه بالحيوان والانسان. عشان لما يقول لك اعمل لي باراجراف عن حيوان مثلا او على طائر، يبقى عنده ايه؟ عنده ريش، عنده مخالب، المخالب بتاعه الطائر، عنده منقار، عنده جناحات، تعرف تكون. اعمل لي باراجراف عن اي مثلا حيوان، الحيوان عنده ايه؟ عنده 4 رجلين، عنده المخالب بتاعه ايديه اللي هي دي لو هي حيوانات مفترسه، عنده ساعات في حيوانات عندها ديل. تمام، حيوانات كتير عندها ديل. تبقى انت عارف تشوف الجمله بالعربي معناها ايه، تكتبها ازاي، وبعدين اترجمها قدامك. تمام. لو كنت اول مره تسمعني، ففعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله الفيديو اللي بعد كده، واضغط على لايك، وكمان اشترك في القناه. السلام عليكم.